Saudi Arabia. I'm just gonna go up and draw Muhammad. That's my big closer. I can't wait. I'm just gonna go up and draw Muhammad. That's my big closer. I can't wait. الكوميدي الأمريكي مارك نورماند، ملحد من عائلة يهودية، يتحدث بسخرية عن قبوله عرض مهرجان الرياض لامزا في نبينا عليه السلام في لقاء سبق حضوره إلى العربية السعودية، ومع ذلك يتم استضافته بكل حفاوة. I'm just gonna go up and draw Muhammad. That's my big closer. I can't wait. هذا الخبيث أعلن صراحة في ذات اللقاء أن ما يهمه هو المال السعودي الذي تم قطعه عن مستحق الضمان الاجتماعي في ازدراء تام لدين وثقافة بلاد الحرمين الشريفين التي كان يضرب بها المثل في الطهر والعزة والأنفة من أن يطأ أرضها أمثال هؤلاء. Just forget that I would do paycheck. that. Yeah. Just forget that I would do paycheck. that. Yeah. وحيث إن المصائب والطامات لا تأتي فرادى، فإن مسرح الرياض الكوميدي أبى إلا أن يروج للشذوذ الجنسي تحت ضمان رسمي من المسؤولين القائمين على هذا الموسم المشؤوم. ذلك أن الكوميدية السحاقية جيسيكا كيرسون شاركت في مهرجان الرياض للكوميديا واشترطت التصريح علنا عن شذوذها على المسرح. قالت جيسيكا أنها فوجئت بطلب المشاركة في المهرجان وطلبت ضمانا يسمح لها بالكشف علنا عن ميولها المثلية على المسرح وتقديم مواد مثلية كما هو معتاد في عروضها. كما قالت مفتخرة: أنا أول كوميدية مثلية الجنس تعلن عن ميولها الجنسية على خشبة مسرح رسمي في السعودية. There is a woman who's a lesbian and Jewish who did a show there and she got a standing ovation. And so there's stuff going on that's unexpected in this. من كان يتخيل يوما أن أمثال هذين الاثنين يدوسان على دين وثقافة أهل الحرمين ويستوليان على أموال فقرائها في قالب كوميدي يسخر من شعب بأكمله. فأين ذهبت شهامتكم ونخوتكم يا أهل المملكة، وخصوصا الذين يحضرون لمواسم الشر هذه؟